السلام عليكم. من المصطلحات العجيبة في اللهجة التونسية التي أثارت جدلا عن أصلها بين العديد من الباحثين في اللهجات هو مصطلح بونية، حيث نجد أن التونسي يقول مثلا فلان عنده بونية صحيحة، وإلا فلان اعتدى على فلان وأعطاه بونية. ولغير التونسي أقول أن بونية عند التوانسة تعني لكمة بقبضة اليد. في بودكاست درة وخاصة في فقرة أصل الكلمة قررنا البحث في أصل مصطلح بونية وكيف دخل للهجة التونسية وكيف أصبح المصطلح الوحيد عند العامة تقريبا للتعبير عن اللكمة. لكن قبل ما نبدو فضلا وليس أمرا اشتركوا في البودكاست ودعمونا بجيم واشتراك حتى تستمر البودكاست في تقديم الإضافة مع الشكر سلفا. أثناء البحث الذي أجريناه بصراحة لم نجد أي أثر لا في اللغة العربية ولا في الأمازيغية لمصطلح بونية، لذلك غيرنا مسار بحثنا في لغات الحضارات الأخرى التي مرت بها بلادنا. وأفضل البحث بعيدا عن اللغة العربية وكذلك الأمازيغية إلى 3 نتائج مهمة، ورغم أننا نرجح إحداهن لكن للأمانة العلمية سنسردهم كما هم ولكم سديد النظر. البحث الأول أوصلنا أنه في اللغة الفرنسية كلمة بوان وتقرأ بوين ومنها كو دو بوان وتعني لكمة، وربما تكون أصل كلمة بونية والمستعملة في اللهجة التونسية، وهي كما يقول أحد الباحثين أنه مع مرور الزمن يبدو أن الكلمة تحرفت في النطق الشعبي وأصبحت بوان بونية. أما البحث الثاني أخذنا إلى اللغة الإيطالية، حيث تفاجأنا أن قبضة اليد هي بونيو وتنطق بونيو ومستعملة أيضا للتعبير عن اللكمة، وحيث أنه في القرن 19 ميلادي وبداية القرن 20 كان هناك جالية إيطالية كبيرة في تونس وخاصة في المدن الساحلية، ومنها تأثر التوانسة بحكم التعامل معهم فأخذوا منهم مصطلح بونيو، ومع التشويه اللغوي أصبحت بونية وتعني قبضة اليد أو اللكمة. ويقول بعض المختصين في لهجات شمال إفريقيا أن هذا التفسير هو الأقرب، مستندين على استعمال نفس المصطلح في مصر، حيث نسمع مثلا الداه بالبنية. ومصر أيضا تواجد فيها عديد الإيطاليين في القرنين 19 وبداية القرن 20 وخاصة في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية، وهذا الاحتمال يتبناه العديد ويدافعون على أن أصل كلمة بونية هي إيطالية بونيو. أما البحث الثالث أوصلنا إلى أن أصل كلمة بونية هو يوناني. عند بحثنا في اليونانية القديمة وجدنا أن اللكمة هي جروثيا وتقرأ جروثيا أو جروثا، لكن المفاجأة الكبرى كانت عندنا عندما بحثنا في اليونانية الحديثة وجدنا أن اللكمة هي بونيا أو بونية، كما في اللهجة التونسية بالضبط والمصرية، وهي الأكثر استعمالا في اليونانية الشعبية من جروثيا. وهنا كان لزاما علينا التوقف والبحث كيف وصلت بونية إلى اليونانية. وكانت المفاجأة الأخرى أن أصلها إيطالي وهو بونيو، ودخلت اللغة اليونانية عن طريق سيطرة الطلاين على الموانئ والتجارة في فترات مختلفة، وبالتعامل اليومي والتفاعل بين الناس أصبحت بونيو بونية. وما يؤكد هذا أن الباحث المصري رفعت السيد والمختص في اللهجات يقول أن التواجد الكبير لليونانيين والإيطاليين في مصر وخاصة في الإسكندرية هو الذي جعل مصطلح بونية يدخل مصر.
وهذا لا يستثني التوانسة من تسمية اللكمة بونية، وبذلك يتواجد أيضا اليونانيين والطلاين في موانئنا وبكثرة في فترات سابقة من القرن 19 والعشرين. الخلاصة إن ما توصلنا له نحن في بحثنا عن أصل كلمة بونية أو بونية المصرية، والتي تعني عند التوانسة اللكمة بقبضة اليد، والذي أفضى أن الأصل يمكن أن يكون فرنسي بوان، أو إيطالي بونيو وتنطق بونيو، أو يوناني بونية، والتي يرجح أن مصدرها أيضا إيطالي، هو في الواقع بحث جاد، ويمكن أن تشوبه بعض النقائص كأي بحث آخر. لذلك نرجو من كل شخص وصل إلى آخر الفيديو إبداء رأيه بتعليق مرجحا بذلك إحدى الفرضيات المذكورة أو نفيهم جميعا أو أعطائنا تفسير آخر. قبل النهاية أود التنويه أنه في بعض مناطق الجنوب التونسي يسمون البونية بجمع، كقولهم أعطاه جمع على وجهه، عوض عن أعطاه بوني على وجهه، والله أعلم. أخيرا، إذا عجبتكم الحلقة ياريت تشتركوا في البودكاست وتدعمونا بجيم وتعليق وبرتاج حتى نستمر في تقديم الإضافة مع فائق الاحترام والتقدير. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في أصل كلمة أخرى.